على ما يبدو فإن معضلة تكدس النفايات في الشوارع وتحولها إلى مكبات داخل الأحياء لن تجد طريقها إلى الحل. واحد من أهم الشوارع في مركز النجف والذي يربط أرقى أحيائها حي المعلمين بالحي التجاري عدن يتحول إلى سلاسل من تلال النفايات وسط تغاضي الجهات البلدية عن هذه المعاناة. مراكز المدن تمثل واجهة المدن الحضارية. اليوم احنا بأهم الأحياء في محافظة النجف وفي مركز النجف هو حي عدن، حي مهم في محافظة النجف الأشرف، لكن احنا نتفاجأ اليوم قلة الخدمات البلدية، قلة اهتمام بخدمات هذا الحي، مشاكل كثيرة جاي تحصل اليوم. كما أشوف اليوم النفايات موجودة بكل مكان بهذا الحي، مع الأسف ماكو اهتمام في عموم محافظة النجف الأشرف. هذا حي عدن اللي صاير مقابل حي المعلمين، حي تجاري بأهل الأجهزة الكهربائية، بالمعامل، بالصناعات. يعني نعاني احنا من هاي النفايات، سيارات بلدية يمرون، سيارات مدنية تجي تمر ولا كأنما. ناشدناهم أكثر من مرة، قالوا السيارات عطلانات بالصيانة، الشفل بالصيانة وعلى هالوضعية. ورغم المناشدات المستمرة من الأهالي هنا إلا أنها لم تلق استجابة لتخليصهم من هذه النفايات التي أصبحت تشكل خطرا صحيا وبيئيا على المواطنين، داعين الجهات المعنية للقيام بواجباتها. النفايات هاي الزبايل تكرم، يعني أنت أمراض من عندها تجي تكرم. الكلاب هنا تفتر بالليل، هذا ممنوع تقدر فنك تقدر تمر من هذا الشارع. هنا تقول حديقة حيوانات، هذا أرقى حي بالنجف وهاي شوف بس النفايات. حتى عدة تفليش، البلدية تجيب تكرمون الزبايل مال الشوارع تجيبها تفرغها هنا، قاعد تجي البلدية تلمها منا وجابتها من ذاك من راس المعلمين وذبتها بهذا المكان وشومتها بهذا المكان وعافتها وراحت. أول بارحة مديها رجع حرقها واجت الاطفائيات هنا، فاحنا متاذين من هالزباله هاي. وتعاني معظم شوارع واحياء النجف من تكدس للنفايات دون حلول لرفعها بشكل منتظم وتخليص المواطنين من مخاطرها. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.